السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي المرحلة دي من التكتشرنج احنا وصلنا التكتشر بتاعنا للمرحلة دي. طبعا المرحلة اللي بعد كده احنا كده حطينا البيز، احنا كده يعني بعتبر ان انا لسه ما بدأتش تكتشر، يعني انا بس حطيت البيز. يعني هو مش بالمعنى الحرفي للكلمة طبعا، لا احنا حطينا المبات الأساسية وظبطنا الرفنس بتاعت الماتيريال في جميع الأجزاء، سواء الجزء الميتال أو البلاستيك أو البلاستيك التاني او الحاجات يعني في الاجزاء المختلفه من الموديل. فالمره دي احنا كده، يعني احنا دلوقتي وصلنا الموديل للهيئه بتاعته وهو جديد. يعني ده كده هو ايه، جديد كجديد. لو انت هترندره كده وهترندره كنيو برودكت يعني وحاجات زي كده، فهو حلو ورياليستيك جدا جدا يعني، بيزد على الريفرنس اللي قدامنا. تمام. آه طيب المرحلة اللي جاية دي هي بقى ان احنا نبتدي نقاد التكتشر او السكند ليفل اوف تكتشر. احنا هنا طبعا زي ما انتم شايفين انا عامله التسميه بتاعتي بالشكل ده، اللي هو يعني بيز ليفل او 1، فمعنى كده ان هيكون بالتالي في ليفل 2 بقى. تمام. نقدر نوصل ده، احنا هنشتغل لحد ليفل 2 يعني. نقدر نوصل ده ليفل 3 و4 كمان من التكست يعني. ليفل دي انا بقولها يعني بصطلح عليها، بس ان هي ايه الليفل اوف ديتيلز، يعني مدى الديتيلز اللي انا عايزه أو اوصلها او اطبقها في التكتشر بتاعي في الماتيريال بتاعت الموديل ده. ف هنبتدي دلوقتي ندخل في ليفل 2. فالمرحله الثانيه من التكتشر هو ان احنا يعني زي ما قلنا احنا كده وصلنا ان هو جديد وكل حاجه. لا احنا قلنا ان في الريفرنس ستادي اللي احنا عملناها اتناقشنا في حته ان قد ايه الرفنس والفاريشن في الرفنس والفاريشن في الكولر مابس نفسها حتى بتعمل نوع من يعني بتحكي قصة. تمام، خلينا نقول انها بتحكي قصة، او بتبين قد ايه الموديل ده مثلا تم استخدامه، ازاي تم استخدامه، في ايه تم استخدامه، مدى يعني اتهلك في ايه بالظبط، مش عارف البيئة او المكان اللي كان بيتحط فيه كان عامل ازاي. بتكلم في الكلام ده، خدوه عمموه على اي موديل، مش شرط على الشنيور ده تحديدا يعني. تمام. فده المقصود يعني. تمام. فاللي احنا هنعمله دلوقتي هو ان احنا هنضيف السكند لاير اوف ديتيلز يعني. اللي انا هاجي اعمله دلوقتي ان انا هاجي عند الهاندل دي آه، هنا، وهبتدي ان انا طبعا زي ما احنا درسنا الريفرنس في فاريشن كبير حاصل في الرفنس يعني. فحاليا انا الرفنس عندي بالشكل ده كويس. انا محتاجه اعمل ايه؟ شويه فاريشن في الرفنس. فاللي انا هاجي اعمله ان انا هاجي اضيف جروب كده مثلا، وايه اسميه ايه، مثلا كده ليفل 2 اديله كده. وهضيف في اللاير بالشكل ده كده كويس. حتى ممكن اسميها roughness مثلا break. يعني افهم احنا فكرة البريك للسيرفس دي مهمة جدا، عشان كده انا بسميه reference break. مش عايزة تشانل غير الرفنس بالشكل ده كده. اللي انا عايزه اعمله ان خلينا كمان نضيف الكالر عشان بس نشوفها في توزيعة التكتشر. دلوقتي جيت دور ان انا استخدم عايزه اوزع دي رفنس، انا هشيل الكالر، انا بس حاطاه ككي كجايد ليا بس في توزيعة التكتشر مش اكتر. فانا دلوقتي عايزه استخدم ماسك. تمام. فهاجي اعمل كده اد بلاك ماسك، او هبتدي ان انا استخدم من الماسكات اللي هي السمارت ماسكس اللي هنا دي. هي حقيقي حلوه جدا يعني. ممكن اخد مثلا حاجه زي كده dirt cavities دي، وهاجي ادراج واضغط بالشكل ده كده. فهيبتدي ان هو يوزع لي الماسك بشكل ايه، بشكل سمارت جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. آه ممكن حاجة زي كده فعلا. تمام. لو جيت شلت الكولر ماب مثلا اهو، وقستها على الرفنس، بس انا ممكن اجي اضغط الت وكليك كده عشان يبين لي الماسك بتاعي. حلو. او ان انا اجي عند الرفنس سي، اضغط سي بحيث يجيب لي الرفنس. انا اشوف الرفنس متأثرة ازاي بالماسك ده. انا هشيل الشاربن فلتر ده، وهاجي هنا وايه ادجست
الليفل اوف سيدز هنا بالنسبه اهي يعني دي في بارامترز نبتدي نلعب فيها هنا عشان نزود الايه، نمانيبيوليت الماسك بتاعنا ده يعني. خليني اجي اضغط الت كده عشان ابقى شايف الماسك بشكل اوضح. يعني حاجه زي كده كويسه جدا. أم، ممكن اجي هنا عند الكيرفتشر وابتدي ان انا، لا مش هنا معلش، انا اقصد كده. ممكن اجي عند الامبيانت واقلله شويه. هو مش ده الماسك بصراحه اللي انا عايزاه، فهضغط اكس كده وهاجي اضيف اد جنريتور، وهخلي الجنريتور ده عباره عن ايه، ماسك. مم، ممكن اضيف حاجه زي اللي هي الكيرفتشر او ماسك بيلدر. ممكن اضيف حاجه زي كده. ماشي هضيف حاجه زي كده. هو ليه ما تضيفش فابريك ايدج؟ طب بلاش، خليني اضغط كده. اضيف الماسك ده. آه، اخر كلام هستخدم السوفت دامج بالشكل ده كده. حلو. وهبتدي ان انا اظبط الماسك بتاعي، هعلي البالانس اكتر كمان. ممكن حاجة زي كده فعلا كويس جدا. ماشي. آه وارجع تاني من الكيبورد. انا كده خليت توزيعة الماسك بتاعي بالشكل ده، ناقص بس ان انا اعدل فعلا في قيمة الرفنس عندي. فقيمة الرفنس انا هعلي. ليه هعلي؟ بحيث ان انا اخلي يعني ممكن اعمل حاجة كمان مش قوي كده، حاجة زي كده مثلا كويس جدا. بحيث ان انا اخلي الاماكن اللي هي متوزع فيها الماسك دي تبقى رف شوية. تمام، زي ما بنشوف هنا في الريفرنس مثلا نلاقي ايه الاماكن دي اتمالت نوعا ما داست واتربه وحاجات زي كده، فاللي هو دايما الرفنس هتكون عاليه في المناطق اللي زي كده. فده الرفنس فاريشن اللي احنا عايزين نحققه ونقصده يعني. تمام، في الكافيتيز الحاجات اللي هي الغائره بقى والحاجات اللي يعني، اظن الموضوع مفهوم جدا. طيب فهنا المناطق اللي انا عايزه اضيف فيها الرفنس فانا كده عملت بريك للديتيلز بتاعت الرفنس. تمام، فدي اول حاجه انا عايزه اعملها. هو مش هتكون ظاهره لي قوي في الماتيريال، بس يعني واحده واحده اهو شايفين بدأنا ناخد الديتيلز اللي زي كده. اعتقد تكونوا ان شاء الله شايفينها كويس اهي. طبعا الديتيلز اللي زي دي مهمه جدا جدا تضاف، تحديدا لو الماتيريال بتاعتي دي كمان هيتم توظيفها في جيم مثلا، او كجيم اسيت يعني، او حاجه زي كده. ليه؟ لان انت عندك في الجيمز بتكون اللايت دايناميك، فانت محتاج يعني في اثناء حركه اللايت بشكل عام نبقى قادرين نكاتش الديتيلز دي من جميع زوايا اللايت. يعني مثلا لو في تغير في اللايت او في اي حاجه نبقى قادرين نشوف الفاريشن في الرفنس بالشكل ده. النوع ده من الديتيلز مهم جدا جدا يعني. كويس. فده كده ايه مبدئيا يعني. شوف احنا كده بدأنا ما كسرنا البرفكشنزم بتاع السيرفس بشكل عام. بدأنا ان احنا بدأنا نروح في ليفل تاني خالص من الرياليزم. مجرد بس ما بدأنا نعمل بريك، عشان كده بنسميها رفنس بريك. احنا مثلا بنعمل بريك لل للرفنس عشان دي حاجة مهمة جدا، ومن ضمن الأسرار المهمة جدا جدا في الرياليزم، انك
ما تحتفظش بالبرفكشنزم بتاع السيرفس، يعني على قد ما تقدر لو عايز تطلع حاجه نتيجه فعلا رياليستيك زي كده. وهبتدي برضو ان انا اضيف لير يعني من الدست الخفيف خالص. أم، وهضيف برضو ماسك، حاجه زي الديرت كافيتيز. تقريبا ضفنا نفس الماسك بالظبط اللي انا ضفته تحت. تمام. بس المره دي هخليه يكون فيه ليه يكون فيه كولر داتا قريبه شويه من ال من الدست، يعني هي تكون حاجه خفيفه خالص، مجرد بس color variation بسيط جدا. لو جيت على الكولر ماب بحيث ان انا اميز اكتر الموضوع، الاقي مثلا ان انا عايزه لون زي كده شويه، لون ترابي دست خفيف كده، اغمقه شويه عشان مش عايزه يكون في تباين كبير. كويس قوي. وهاجي عند الماسك وابتدي ان انا اقلل البالانس بتاعنا شويه. من الاخطاء الشائعه دايما لما تيجي تكتشر حاجه، معظم الاخطاء المبتدئين بيقعوا فيها هي انك تعمل هيفي ديرت وهيفي سكراتشز وهيفي، اللي هو زي ما قلنا كده في المقدمة في الأول خالص، إنك من سهولة النتائج اللي أنت بتحصل عليها في سبستنس بينتر، حكمك على حاجة بيكون سريع، فبالتالي بتاخد نتائج أو بترضى، زي ما نقول بترضى بسرعة، أو بتجيت ساتيسفايد بسرعة أوي، بتحس إن أنت بتطلع حاجة جامدة وهي في الأصل مش أحسن حاجة ولا حاجة. فمحتاج إنك تدي الموضوع ده وقت أكبر، وما تكون ساتل في الأول، ما تكونش يعني هيفي، ما تديش هيفي تكتشرز قوي يعني. مع الوقت مع الممارسة كل ده ايه بيتظبط يعني. هزود شوية في التكتشر هنا بحيث ان الاقي يعني حاجات مش دي قوي. ممكن التكتشر 2. وهقلل شوية في ايوه تكتشر 2 بدأ يبين اهو شوية حاجات، وهقلل في الكيرفيتشر حبة يعني. كده افضل كتير، بحيث بس يعني حاجة بسيطة زي ما قلنا كده. حلو جدا. طيب ممكن جدا برضو اجي هنا عند البارامتر بتاع احيانا هو مش ده اللي انا كنت عايزه اوريه لكم بصراحه، فمعلش استحملوني. انا هعمل حاجه تانية، معلش سريعا كده. هاجي اقول له اد جنريتور، تمام، وهاجي اضيف حاجه اسمها dirt. أم، 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 أم. ايوه هو ده. وهقلل بقى الديرت ليفل جدا طبعا عن كده، والكونتراست اقل شويه. تمام. ايوه ده اللي انا كنت بدور عليه. وهقلل الجرانج اماونت او ازود الجرانج اماونت شويه. واقلل الكونتراست شويتين كمان هنا كده. ايوه حاجه زي كده، هي دي الديتيلز بصراحه اللي انا عايزاها، حاجه زي كده. ماشي. آه فبالظبط هنلاقي حاجه زي كده. بالمناسبه لما تلاقوا الاوتو سيف هنا بيملى كده عشان ما يقعدش يعمل اوتو سيف كتير، فاقوم قايله له سنوز اوتو سيف. اللي انا هعمله دلوقتي برضو ان انا هعمل دوبليكيت لللاير دي، كنترول دي.
اللي متابعني من كورس المات بينتنج هيفهم كويس قوي اللي انا بعمله ده. حتى احنا بنبني اللايرز، يعني مش شرط ان انا احط كل الانفورميشن في وان لاير يعني، وده ليه اسباب كتيره جدا برضو شرحناها قبل كده. فحاجه زي كده مثلا هبتدي ان انا ازود شويه الكونتراست، بس المره دي هختار كولر افتح شويه عشان يديني فاريشن اعلى من الدوست. شايفين الجوانب دي الحاجات اللي احنا بنحاول ايه نحققها عندنا برضو. ممكن اعمل كده وافتح اللون شويه، خليه يمكن ساتوريتد كمان اكتر، وافتحه كمان برضو شويه. حلو جدا، حاجه في الرينج ده كده. ويجي اعمل اقلل الكونتراست، لا معلش، ازود الكونتراست شويه، واقلل الديرت ليفل شويه برضو. انا البتاع ما يتقالش قوي مع التسجيل، حاجه زي كده بس. تشوف بيفور وافتر اهو، ففرقت اكتر. ممكن جدا اجي اضيف حاجه زي فلتر اللي هو الدايركشنال بلور، بحيث ان هو يعني شايفين يهدي الشاربنس بتاعه الموضوع شويه. اقلل بس intensity شويه كده. كويس جدا. بدأنا ناخد يعني شوية، شايفين الطبقة الأولانية من الديرتس دي في الجوانب الريفرنس بيوضحها لنا هنا كويس أوي. طبعا مش هنحكم أكيد دلوقتي يعني، فخلينا نكمل. أعمل نفس الحكاية كنترول دي، والمرة دي هخلي اللون بتاعي دي ساتوريتد شوية. المرة دي هستخدم سمارت ماسك اللي هو الديرت كافيتيز، الفكرة ده. ومش هغير كتير في الفاليوز اللي هنا، يعني الديرت ليفل غالبا برضو هسيبها على نفس، ممكن اقللها بس حاجة بسيطة يعني، حاجة زي كده. واللي انا هعمله ان انا هخلي الكالر بتاعي يخلي الاوباسيتي يعني قليلة جدا، حاجة كده هنا مثلا، حاجة زي كده، بحيث ان انا شايفين اخد الافكت بشكل برضو ساطل جدا بالشكل ده. 4% او 5% يعملوا الافكت ده طبعا. كويس جدا. طبعا بدأت اخد بدأ البودل بتاعي يكاتش ديرتس في الاماكن اللي المفروض يكاتش ديرتس عليها. وهنا اهميه الكافيتي ماب اللي قلنا عليها في البدايه خالص. هي لو مش متبيكه بشكل كويس مش هتلاقي النوع ده من الديتيلز بيكاتش بشكل مناسب يعني. طبعا كل ده حاجات بيتم اخذها في الاعتبار في اثناء بروسيس الموديلنج. وده ايه شايفين ناخد الديرتس اللي هي بتكون في الحاجات المجوفه اللي هي داخله على جوه دي بالشكل ده كده. كويس جدا. هبتدي دلوقتي ان انا برضو اكريت برضو لاير تانية في اللاير تانية علشان الرفنس. يعني خليني حتى اخد دي دوبليكيت، الت، وهسحب على فوق كده. تمام. آم، خلي الرفنس على
الماسك ده مش هيكون مناسب، فانا هشيله وهخلي الديرت. يعني انا عايزه حاجه زي مثلا ديرت دراي، او ممكن حاجه شبه، يعني م- مش ده، لا. حاجه زي كده مثلا، وابتدي اتلاعب. ايوه ازود الكونتراست شويه، وهكذا. كويس. حاجه زي كده مثلا. ماشي. ممكن كمان اقلل الايدج ماسكينج شويه. مش بيتأثر. الكيرفيتشر انتنسيتي اقللها برضه شويه. برضه مش بيتأثر قوي. مهم. ماشي، اعتقد ان كده تمام. ممكن مثلا ازود تاني الكونتراست شويه بصراحه، يعني واقلل يعني كده حاجه زي كده مثلا تكون. يعني تقريبا حاجه زي كده. عايز اخد حاجه زي كده فعلا. طيب هاجي بقى ايه، اعمل ايه الرفنس. نيجي. طبعا ناس كتير جدا بتشتغل كده. لا، يفضل انك تسويتش ما بين المابات كده عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. فاجي عند الرفنس وهبتدي ان انا آم، اقلل حاجه هنا كده مثلا. انا هاجي عند اللاير اللي هي التانية دي، وهعلي الرفنس بتاعتها شوية بصراحة. يعني الرفنس محتاجة هنا تعلى شوية، بحيث نفس الحكاية برضو هنا، علشان دي برضو ايه بت اوفر رايد عليها، فمحتاج نعلي الرفنس بتاعتها شوية. يعني بوينت 7 حاجة كده. نفس الحكاية برضو في هنا. نيجي هنا. ومكسرين اللي احنا عملناه باللاير دي كده، شايفين؟ هي دي التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها. فانت مش هتلاقي، عمرك ما هتلاقي حاجة منتظمة واخدة خط كده. لازم بيكون في details in details، يعني في حاجات بتكون جوه اكتر، او تفاصيل بتكون اشد كمان من كده شويه. ممكن جدا اجي هنا وهزود تاني الديرت ليفل، حاجه زي كده. وتحت هنا برضو ممكن اجي هنا ازود هنا برضو الدنيا شويه. فاعتقد الفكره اتلقطت يعني. أم، كويس. هاجي ابتدي برضو اعمل layer زي كده، مش عايزه منها غير الكالر والرفنس. كويس. وهخلي الرفنس حاجه هنا في الرينج ده. وهضيف ماسك زي حاجة زي الدست بلاستيك هنا كده. حلو جدا.
هاجي اعمل شوية تعديلات على الماسك ده، بحيث ان انا اخليه يبقى كونتراست اعلى من كده شوية. لكن في نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي ان انا لما اجي ابلاي الماسك ده انا عايزاه اوكي، هو ابلايد على التكتشر سيت بتاعت الهاندل ككل، انا عايزاه يأثر على الجزء ده بس، اللي هو الايد بتاع المسدس ده نفسه، من غير الجزء اللي احنا بنضغط عليه ومن غير الاجزاء اللي فوق دي. فهعملها ازاي؟ هخفي الماسك ده اوكي، وهاجي اكريت كده اد بينت واخليها تحت بالشكل ده، وهجيب من البولي فيل اقول له سيلكت ده، تمام، وهي ده الجزء بس اللي انا عايزاه يتأثر، اما بقية الاجزاء اللي بالاسود دي انا مش عايزاها. بحيث ان انا اخلي الماسك ده ابلايد على البينت، بان انا اخليه على مالتيبلاي كده، كانه بقى كليبد في الجزء ده بس من غير الجزء ده. فاهمين الفكره؟ كانها اد كليب ماسك كده في فوتوشوب. ابتدي اعدل على الماسك بتاعي عادي جدا يعني. طبعا على طول ما انا شغاله زي ما بنقول كتير باصين على الريفرنس، بتحاول ناخد الفاريشن والتوزيعات دي من الريفرنس. ممكن اقلل التكتشر اوباسيتي بالشكل ده شويه كمان. اقلل، ازود كونتراست، اعلي من هنا كده شويه. أم، يعني حاجه زي كده مثلا. كونتراست اعلى، داست اقل. لا بالعكس، انا عايزه الداست يكون عالي، ايوه حاجه كده. تمام. كونتراست عالي شويه برضو تاني، يعني نوعا ما ممكن اقلل الكيرفيتشر. ايوه حاجه زي كده. تمام. يعني حاجه زي كده شويه نوعا ما. ممكن اعلي البالانس بقى بشكل عام اوفر اول، حبه زي كده، كيرفيتشر اقل. حلو جدا. إيه هعمل ايه بالماسك ده؟ كل اللي انا هعمله ان انا هظبط الفاليوز بتاعه الرفنس. تمام. اقول لكم ازاي دلوقتي. هشيل الكالر، او اخلي الكالر، او خلينا نشيل الكالر. شفتوا لو شلنا الكالر بدأنا ناخد اوريدي كالر فاريشن برضو بالشكل ده. تمام. لان الاستقبال استقبال السطح للضوء بقى مختلف عن لما يكون الموضوع ايه very glossy. لا، لما يكون الجلوسنس عالية بيستقبل طبعا الريفليكشنز بتكون اعلى، فبالتالي بتشوف درجات لون افتح، غير لما تكون الجلوسنس قليله او الرفنس عاليه يعني، فبتبتدي تشوف ايه، الالوان بتكون غامقه قوي، ما بيكونش فيه انعكاسات، فبالتالي بيعمل color variation by default. ممكن جدا ان انا برضو مع ذلك هاجي واخلي في الكالر، هقول له add color، وهخلي الكالر بتاعي حاجه هنا كده، فبالتالي انا كسبت ايه برضو color variation خفيف جدا يعني. تمام. حاجة بالشكل ده كده. هسيب وهنقل على البيز بارت شوية. مبحبش ان انا افوكس على جزء معين لمدة طويلة يعني، بحيث كله يكون بالانسد مع بعض والافكت طايل الاجزاء بشكل عام. العوامل اللي ده اتعرض لها هي نفس العوامل اللي بقية الموديل اتعرض لها، فبالتالي لازم نبالانس الطريقة اللي بنضيف بيها التفاصيل، واحنا فعلا بنتعامل يعني مع الموضوع زي الواقع بالظبط يعني. آه، هاجي هنا بقى عند البيز وابتدي ان انا اضيف ليفل اوف ديتيل تاني، وهضيف في اللاير بالشكل ده. أه هعمل لكم حاجه حلوه جدا بمناسبه موضوع الانكر بوينت اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقد ايه هي مفيده يعني. لو جيت عملت مثلا حاجه زي كده، قلت له انا مش عايزه غير color ورفنس
عايزه لون داستي او خلينا في الابيض دلوقتي يعني مبدئيا يعني. وجيت عملت ماسك كده بالشكل ده، قلت له اد بلاك ماسك. حلو كويس. طيب وجيت قلت له اد فيل لاير، وجيت عند الفيل او الجري سكيل وقلت له انا عايز استخدم انكر بوينت، وعايز استخدم اللور ستيكر ماسك اللي احنا كنا مكريتينه اصلا قبل كده اللي هو هنا. مش احنا عملنا انكر بوينت في الجزء ده اهو. تمام. على فكرة الموضوع ده لازم عشان يشتغل بشرط لازم تكون الانكر بوينت دي فوق on top of السورس، لازم تكون فوق المصدر اللي انت واخد منه الانكر بوينت. فهاجي اعمل كده وهاجي عارفين نفترض ان انا مش عايزه اضيف زي ما نقول ايه، عارفين انتوا الديتيلز اللي هي بتكون ورا الستيكر، يعني عارفين انتوا الستيكر بيكون وراه كده لزق وبتاع، فمع الوقت مثلا تلاقي الستيكر ده بدأ يتحرك من مكانه ويتشقق وكذا، فبالتالي الاتربه بتدخل في المكان ده، فمع التراب مع اللزق مع الحاجات دي بتبتدي تكون ايه الهاله اللي حوالين الستيكر دي. فانا عايزه اخد الافكت ده، اقدر اخده ازاي؟ بكل بساطه اجي اعمل حاجه زي كده واضيف مثلا، خلينا نقول add filter بالشكل ده، واقول له add blur. تمام. واخد الفيل لاير دي alt وادراج كده بحيث يبقى دوبليكيت، واجي اقول له subtract او inverse subtract. هلاقي كون ايه بقى؟ كون الهالة دي اللي احنا بنتكلم فيها دي. اقدر اتحكم فيها طبعا في الرينج بتاعها من ان انا ازود مثلا البلر شويه، ان انا شايفين فهمتوا الفكره؟ ممكن حاجه توصل كده شبه قوي الريفرنس مثلا، حاجه زي كده يعني. كويس. وابتدي ان انا ممكن اقلل جدا الاوباسيتي بالشكل ده، شايفين فاهمين الفكره في ايه؟ وبالتالي ايه خدت التفصيله دي. في الحاله دي انا هخليها 100% عادي جدا، ولكن هخلي الكالر رايح في الاتجاه ده شويه، الاتجاه اللي هو الداستي قوي ده. تمام. طيب هنفترض ان انا مثلا شايفين اهو، شايفين بتفرق قوي الحاجات دي على فكرة، قوي شايفين الفرق. فانا مثلا لو انا عايزه ادخل تكتشر، انا مش عايزاها تبقى متوزعه بالشكل اللي هو الايه، فاهمين اللي هو فيدد بالشكل ده، لا انا عايزه كمان اخلي فيه تفاصيل جوه الماسك ده. فاللي انا هاجي اعمله ان انا بكل بساطه هاجي هنا اضيف مثلا حاجه زي fill layer another fill layer، والمره دي هستخدم تكتشر عادي جدا، اي جرانج ماب كويسة كده، ثانية واحدة، اي جرانج حلوة كده حاجة زي كده مثلا، وهضيفها هنا. تمام. طب هو كده ابلاي على الموديل ككل، فعلشان اظبط الموضوع ده هما قايله له ايه مالتيبلاي علشان يحققها، بس شايفين في نطاق الماسك بتاعنا بالشكل ده كده. كويس. فكده اهو زودت تفاصيل جوه الماسك كمان بالشكل ده. هاجي اتحكم شويه في الجرانج بحيث ان انا ممكن اعلي السكيل حاجه زي كده، وازود البالانس نوعا ما فيديني شايفين حاجه شبه كده. ممكن برضو اجي عند دي واجي ازود او اقلل البالانس شويه يعني. حاجه زي كده. تمام. يعني مش قوي كده. ممكن جدا ايه ناخد حاجة زي كده يعني. فبالتالي ضفنا نوع من الديتيلز، بدل ما هي هنا قيمة البروسيجرال ورك فلو. انت بدل ما تضيف الحاجات دي، ممكن حد جدا عادي يعني يضيف الحاجات دي بايده بقى بالبينت ويرسم مانيوال الحاجات دي في بينت لاير او حتى في بينت تحت الماسك كده ويقعد يرسم وكذا. ماشي تمام، بس انا ده بيخليني اعدل على الحاجة بشكل اسرع في اي وقت، بدل ما اقضي وقت كبير ان انا اقعد ارسم. الدقيقة اللي أنا هرسم فيها هقدر أعملها هنا في ربع دقيقة، بشكل بروسيجرال وبشكل بروفيشنال جدا، بدل ما بشكل يتيح لي إن كل الحاجات دي تكون إديتابل طول البروجكت، يعني ما بقاش خلاص اتأيدت
او مش عارفه اعدل البرش او الرسمه اللي انا عملتها هنا بايدي. فاصبح الموضوع اسهل كتير جدا لو تم تناوله بشكل مانيوال يعني، بشكل بروسيدورال اكتر يعني. تمام. دي التفاصيل اللي انا كنت عايزه اوريها لكم برضو. بنفس الطريقه انا مثلا هاجي اسمي دي مثلا ستيكر. بنفس الطريقه هاجي اعمل دوبليكيت. بس ايه بقى، ممكن ندخل تكتشر تاني غير الجرانج ماب دي. ممكن جدا ان انا ادخل حاجه زي مثلا ال راحت فين، حاجه زي كده. تمام. على البالانس بالشكل ده. ممكن جدا ما اخليهاش بقى ايه، يعني اقول لكم حالا. ممكن جدا ما اخليهاش تافكت الرينج ده، بس انا عايزاه تافكت الماسك كله مش الحته دي بس. فهعمل هايد للفيل دي بحيث انها تاثر لي على كل حاجه بالشكل ده كده. اتدمرت قوي طبعا. مش هخليها متدمره قوي كده بصراحه. آه خلينا نعمل حاجه زي كده شويه، حلو يعني، ونقلل الموضوع. يعني مثلا يعني كفايه، كفايه كده، حاجه زي كده. تمام. نايس. اجي برضو اضيف بقى ايه، عايزه احط شويه، يعني اضيف شويه ديرت آه في الاجزاء اللي في البيز. هاجي اعمل حاجه زي ايه، اقول لكم لحظه. حاجه زي كده مثلا اعلي الرفنس شويه عشان ده ديرت تروب دست. هاجي برضو اعمل حاجه زي كده، ممكن ديرت كافيتي برضو. وهشيل الشاربن دي. تمام. هاجي هلعب في الماسك بتاعي شويه. ازود جرانجز عشان ايوه ياخد الديتيلز دي. ممكن اعلي التوب تو داون حاجه بسيطه جدا. وهقلل الكونتراست. كذلك الجرانج برضو شويه، شويه بلانر كونتراست. يعني حاجه زي كده تكون ان شاء الله كويسه. اجي اشوف هنا كده هلاقي اللون ده. طبعا احنا مش عايزين اللون ده خالص، عايزين اللون زي كده، بحيث ان اخد نفس، يعني عايز اخد زي طبقة تراب خفيفة يعني، مش خفيفة قوي برضو. عايزين حاجة يعني حاجة زي كده تقريبا. حاجة غمقه اكتر شوية، يعني حاجة زي كده تكون كويسة او مناسبة لحد دلوقتي. طبعا اقدر اجي بقى ايه، الحاجات المانيوال اللي احنا قلنا انها ممكن تعمل مانيوال، انا اجي مثلا آم، اجي مثلا برضو انا برضو مش عايزه اخد الافكت قوي كده، يعني انا هقلل بصراحه شويه. يعني هفتح التراب ده وهقلل الاوباسيتي، يعني حاجه بالشكل ده.
تمام. ممكن اضيف حاجه زي البينت لاير بالشكل ده، بحيث ان هي دي بقى التفاصيل اللي تتقاد مانيوال، ماشي مفيش فيها مشكله. اخد مثلا برش زي الدراي مود، وابتدي ان ابينت اوت الحاجات اللي هي ايه عند السيمز بتاعت اليو في، بحيث ما يعني ايه ما تحسش ان هي واقفه قوي هنا. ممكن اقاد اصلا عليها بالعكس كده. تمام. بالشكل ده. اه، بحيث ان انا اشيل الفلو عندي ضعيف جدا. طبعا لو انت شغال على بين تابلت برضو هتقدر انك تخلي ان هو يبقى فيه نو بريشر او نو بريشر الحاجات دي. يعني ايه، موضوع في غاية المرونة. هي دي الحاجات اللي احنا نعالجها بايدينا، ماشي مفيش مشكلة. ممكن اقلل الفلو. انا لو ضغطت الت قصدي كنترول ونزلت، ولا شيفت تقريبا، ثانية، لا معلش ثانية. ثانية واحدة. كنترول وليفت كليك هيعمل روتيت للبرش. كنترول و كان في حاجة بتقلل الفلو والله، بس يعني نسيتها. خلينا نقلل الفلو، يعني خليه في النص. كويس، نعمل حاجة زي كده، بسيط جدا جدا جدا. ابريك الثيمز بالشكل ده. كويس جدا، حاجة زي كده تكون مناسبة. اعتقد احنا كده تمام. ممكن برضو اعمل حاجة زي كده، حاجة بالشكل ده تكون انسب وانسب كمان. طيب حلو جدا. أم، ضفنا طبقة دست بالشكل ده تحت، بحيث تناسب الليفل اوف ديرت اللي احنا اصلا عاملينه فوق. تمام. بنفس الطريقة هاجي برضو عايزة اعمل شوية تفاصيل في الجزء الغائر اللي هنا ده. بطبيعة الحال طبعا ده جزء غائر، فلازم هيكون فيه نوع من الايه، آه التراب اتجمع في الأجزاء دي. عايزة ريفرنس كويس راح فين. ده شغال، ده كويس. مش هبهدله قوي عامة معانا يعني. آه معقول ده، ماشي خلينا. فهاجي هضيف برضو، ممكن اقول له دوبليكيت مثلا. والمرة دي هخلي آه ال- الدنيا هنا ايه، اغمق شوية. وهاجي هشيل الماسكات اللي احنا عاملينها دي خالص. اقول له اد بينت، واختار الحتة دي. مختارهاش ليه؟ الاوباسيتي قليلة قوي. هو مختارها بالفعل. معلش تاني عشان اتاكد ان انا ما عملتش سيلكت على حاجة بالغلط. اختار دي بالظبط. كويس. نرجع الاوباسيتي او خليها 100 بصراحة عادي. وهبتدي ان انا اجيب هعمل ماسك جنريتور، اد جنريتور بالشكل ده. واخلي الجنريتور ده ايه يبقى مالتيبلايد طبعا. وهقول له اد ambient occlusion. تمام. وهاجي عند ال ambient occlusion وهخليه inverted بالشكل ده. شايفين، بحيث ان هو يطول الاماكن الغائرة، فاهمين، ويجي عند الاماكن اللي هي اللي بيتجمع فيها التراب بطبيعة الحال يعني. طيب فهاجي هنا واقول له اعلي الكونتراست، اقلل البالانس شوية، واعلي الكونتراست شوية. مش قوي. حاجة زي كده.
هتكون كويسة جدا، حلو جدا، هو ده اللي احنا عايزينه. شايفين افكت خفيف خالص. طبعا اللو ريزولوشن في التكتشر دي نتيجة ان هو مش واخد enough pixel density يعني. فلو مثلا دي كانت في سياق الاعلان او الفيلم او الميديا اللي انت بتعمل لها الفيجوال افكتس بشكل عام، والكاميرا هتزوم ان في الجزئيه دي، فاتاكد تماما ان البيكسل دنسيتي كافيه انها تعرض ديتيلز زي كده وانت بتبينت يعني. بس هي طبعا لو هتتشاف من زاويه زي كده مثلا فهي كويسه جدا يعني، لا باس بيها خالص. وهتأدي الغرض بشكل كويس يعني ان شاء الله. ضفنا التفصيله دي، شايفين الفرق يعني برضو لما نيجي نشوف الحاجات دي من بعيد، شايفين هي دي التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها. كويس قوي. بنفس الكيفية اللي احنا عملنا بيها الرفنس بريك فوق، هنعملها برضو مع الجزء اللي هو البيز. هقلل الرفنس حاجة هنا كده. ماشي. وهضيف ماسك. آم، حاجة زي كده. حاجة زي ده. نقول له add generator، اختار dirt. grunge amount، grunge scale، contrast، يعني حاجة زي كده. مهم. طبعا مش شرط اللي انا بعمله تعملوه بالملي يعني، انا عايزه اللي بيتفرج يفهم الفكره ايه ويبتدي يطبق بقى بطريقته، او يعني يبتدي ان هو يعني يعني يطبق اللي احنا بنعمله بالظبط، بس يعني بناء على رؤيته يعني يعني طبق اللي احنا بنتكلم فيه، بس في ليك مساحه من الحريه علشان تطلع نفس النتيجه اللي احنا عايزين نطلعها بنفس الكواليتي العاليه اللي احنا عايزين نطلعها. المساحه بتاعتك اللي تقدر تتحكم فيها، مش انك تجود قوي، لا، المسموح لك تجود فيه فعلا عشان تطلع نفس الكواليتي، هي الليفل اوف ديتيلز اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو مثلا الديرت ليفل هنا مثلا ايه. عايزه اخلي مساحه الرفنس اللي انا الفاليو بتاعت الرفنس اللي انا هغيرها، او الرفنس فاريشن، تكون مثلا في الليفل ده او في الليفل ده، يا حاجات بسيطه يعني، ما لكن مش اكتر من كده. فدي النقطه اللي مسموح ليك انك ايه، يعني ليك مساحة من الحرية انك تاخد فيها قرار لو انت لسه بتتعلم. لان زي ما قلنا بنكون متعلم حاجة في الاول، المفروض تطبق زي ما اللي بيشرح بيعمل بالظبط علشان تلقط نفس النتيجة. آه، تمام. وطبعا اللي معايا عارفين جدا طريقة المذاكرة، والمفروض بنذاكر ازاي وبنعمل ايه بالظبط علشان نحقق التارجت يعني اللي احنا عايزينه. خليني اقلل الديرت ليفل برضو شوية عن كده. حاجة كفاية، حاجة زي كده تكون كفاية. فين كان في curvature seed؟ ايوه. مش عارفة برضو مش حاجة زي كده. تمام ماشي. أم، لو جيت اجيب الرفنس، لاقي حاجة زي كده، بس انا محتاجة برضو انزل هنا اتأكد ان تمام.
ده انا ناخد النوع ده من الديتيلز. نيجي عند نقلل الاوباستي كمان عن كده. طبعا التسمية مهمة جدا جدا، ان انا اول باول برضو عشان ارجع للحاجة لما احب اعدلها. طبعا واحنا بنطبق دلوقتي يعني احنا يعني الموضوع ممكن يطول جدا جدا. انا بحاول ان انا ما اخليش المحاضرات بتاعته تطول بقدر الامكان، بحيث انك تتعلم البروجكت وفي نفس الوقت تتعلم التكنيكس دي وتلقط احنا بنعمل ايه. ففي حاجات هحاول اختصرها والله فعلا بقدر الامكان عشان ما اطولش. بس انتوا فاهمين التطويل ممكن يجي في ايه يعني. النقط اللي زي كده دي ممكن نطول فيها جدا، ظبطة الجرانج ومش عارف ايه والسكيل. طب انا عايز الحته دي تبقى فيها كذا. طب فانا بحاول ان انا اخلي التوتوريال ده قصير بقدر الامكان، في نفس الوقت ما يبقاش اقصر من القدر اللي انت المفروض تطلع بيه مستوى قوي جدا من الورشة دي. آه، فاللي انا هعمله دلوقتي برضو ان انا آم، ممكن اخد دي كوبي، دوبليكيت كنترول دي. بس المرة دي مش هخلي فيه رفنس، المرة دي هخلي فيه color، عشان انا عايزة نفس توزيعة الرفنس دي اخد بيها color. بس هلعب شوية في الايه في الماسك، من حيث ان انا عايزة ازود الايه الجرانج اماونت، الكونتراست عايزاه يبقى عالي والديرث نفسها تبقى يعني حاجة يعني بالشكل ده كده. السكيل ممكن ياخد هو انا هشيل الماسك ده واستخدم ماسك زي اللي هو الايه السكراتشز السترين سكراتشز ده. اعتقد هي دي النتيجة افضل، وابتدي ان انا اعلي البالانس بالشكل ده. اجي هنا كده كونتراست هسيبه على ما هو عليه، واقلل او ازود التكتشر بالشكل ده. ممكن حاجة زي كده. curvature اقللها شوية. آه، اعتقد ده كويس قوي 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 يعني. أم حلو جدا. ده اللي احنا عايزينه، بس طبعا مش ده اللون اللي احنا عايزينه يعني. شايفين السكراتشز دي؟ هي دي اللي احنا عايزينها. حاجة زي ما موجود مثلا فين، واحد فين. اللي هي الحاجات اللي تكون متخربشة شوية دي يعني. حاجة زي كده، حاجة زي كده مثلا. تمام. فهاجي اخد color زي كده. تمام. وهخلي الساتوريشن حاجة زي كده، حاجة بسيطة يعني بالشكل ده. بالتالي خدنا النوع ده من الديتيلز بشكل حلو جدا. بس كده بدأت ان انا اكسر الايه اكسر البرفكشنزم بتاع الموديل. مفيش حاجة بتفضل مثالية كده الا لو انت بتعلن عنها فبتجملها، عايزها بيرفكت. دي الحالة الوحيدة اللي مسموح لك تعرض فيها الموديل بشكل بيرفكت كده، بشكل بلاستيك بيلمع كده. ماشي. لكن لو انت بتتكلم ده في سياق فيلم او قصة حاجة بتتعرض او بتتحكي، مسلسل، فيلم، اعلان، آه، غير ان هو بيظهر او بيعمل فيجواليزيشن او جيم،
سينماتيك او حاجات زي كده، مفيش حاجه بتفضل بيرفكت كده يعني على الاقل دي مثلا لو بقالها سنتين مش تبقى بتلمع كده، لازم هيكون في نوع من السكراتشز، يعني هي دي سنه الطبيعه، يعني الطبيعه كده شغاله بالطريقه دي، مفيش حاجه بتفضل على حالها كده مهما حافظت عليها، لازم بيكون في شويه سكراتشز، شويه حاجات كده، ده لو انت محافظ عليها، فما بالك لو مش محافظ عليها، فاكيد طبعا ايه هتبان بشكل مستهلك عن كده بكتير يعني. بدأنا ناخد ليفل من الرياليزم حلو جدا جدا في الاي ري، هنا هو باين اهو، شكل حلو جدا بصراحة، يعني شايفين التفاصيل اللي هي اللي هنا دي بتاعت الزرار، مش الزرار، الجزء الأصفر اللي تحت ده، حلو جدا. عملنا second second level of details في الهاندل والبيز، الجزء الأسود بشكل عام، البلاستيك الأسود ده. ناقص بقى ان احنا نبتدي نحط برضو ايه، ما جيناش خالص احنا ناحية اليلو بارت، شكله انضف من الباقي بشكل يعني ملاحظ جدا، خلونا نبتدي نتنقل عند اليلو بورت. هاجي اول حاجه، الحاجات دي ممتعه جدا فبحاول ان انا انجزكوا بيها. الستيكر عايزه العب شويه بقى في الستيكرز، ونضيف شويه سكراتشز كده ونخليه يعني ايه متبهدل معانا شويه. طيب هاجي اعمل ايه، هاجي اعمل برضو نفس الحكايه، هاجي اعمل حاجه زي كده، مش عايزه غير الرفنس شانل بس، عايزه حاجه في الشكل ده. طيب قال لي يمكن نوعا ما حاجة زي كده. اللي عايزة اجي اعمله ان انا هسمي ده مثلا، خلينا نقول ستيكر ويت، هنفهم هو ويت ليه. خلوني اضيف بلاك ماسك، والمرة دي هيجي عند الستيكر اللي احنا كنا عاملينه، مش عارفة احنا ضفنا انكر بوينت ولا لأ، ما ضفناش انكر، ضفنا انكر بوينت، حلو قوي. ستيكر ماسك كويس قوي. آه... تمام. ماشي، انا ضفتها، انا مش ضفتها بالطريقه العاديه اللي احنا قلنا عليها، ننزل نقول له اد انكر بوينت. هاجي هنا عند الستيكر ويت، وهضيف فيل واقول له جراي سكيل، واقول له لا انا عايز اخد انكر بوينت كماسك ليا، وبالتالي انا عملت ايه، خدت دي كماسك تاني او استدعيتها، عملت لها كول او ريكول تاني. هاجي واضيف فيل لاير تانية، والمرة دي عايزة اختار جرانج كويسة كده، حاجة مثلا زي اللي هي السترين، جرانج سترين، شغالة كويسة. ممكن ما اختارش حاجة من هنا برضو، ممكن جدا اجي هنا، تمام، واعمل كده، اقول لكم دلوقتي، واجيب من الماسك ده واقول له مالتيبلاي، بحيث يأثر لي في الجزء ده. كالعادة برضو هعمل مانيبيوليت الدنيا هنا، على البالانس شوية. والله لا برضو مش عاجبني اوي، خليني ارجع زي ما كنت هعمل، نغير رأينا كتير أوي. نجي هنا، كان في حاجات زي اللي هي بتكون زي حاجة مثلا زي كده، يعني دي كويسة جدا، حلوة قوي، دي اللي انا فعلا اعتقد عايزاها. يعني اعمل كده شوية السكيل، م- 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 م. حاجة زي كده كويسة قوي. البالانس عشان عليه الكونتراست حاجة كده كويس، هاجي اعمل كده، فبالتالي شايفين خدنا الايه، التفاصيل بقى اللي هي بتكون زي كده. آه، حاجة مثلا زي موجود ايه، فين فين فين، مش باينة قوي الإضاءة هنا، مش باينة التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي. مم. يعني مع الوقت ايه بتلاقي دايما الستيكر فيه حاجات كده بتلمع، ممكن يبقى ويت شوية، نضيف نوع يعني، عارفين زي ما يكون اتأثر بزيت، مزيت شوية، مش عارفين انتوا الحاجات دي.
فده اوبشن حلو قوي برضو، لو ضفته في الديتيلز هيفرق بشكل كويس، بس بالراحة يعني. آه، تمام. ممكن برضو اجي هنا في الرفنس، اتاكد انها مش عالية مش قليلة بزيادة، يعني كان حاجة زي كده، حاجة زي كده حلوة جدا، يعني مثلا جيت عملت كده كويس. نلاقي التفاصيل الحلوة دي.